خد بقول لك ايه، انا عايزك تستحملي معايا شويه. دول ان شاء الله دي هتبقى فطار، اصبري علي اصبر. دي فطار ودي غداك ودي ان شاء الله عشاك، بس تستحملي معي شويه. ايه بلاش الفجعه اللي انت فيها، مش كل ما تمشي. لا انا كنت هشيلهم في جيبي بس عايز اديهم لك وخايف اصلك بتضحك علي. ايه انا اوفرهم بقى. الدور اللي فات لقمتهم لك كل ما اقول لك همشي مش عايز تمشي ومكرت معي، والله ما هدوقها لك. انا هجر انا بدالك بقى ايه، واوفر حق البرسيم اللي بشتريه كل شويه. انا معايا تلم انا مش ناسي لك اللي عملته معايا الدور اللي فات، والله لا جر هان. ايه امسك نفسك حلو يد وكل براحتك، انت مالكش دعوه، انا بصرف انا نفسي ما يهمكش. قول انت. الواد بقاله اسبوع بياكل في حته البتاوه، مش ديني زي خبرك اسود يا حجاج. حاج وهبه زغفتني. ها انت بتعمل ايش يا حجاج؟ زي ما انت شايف كده بجر العربيه. بتجر العربيه؟ الجحش تعبان وقلت اجر العربيه. وحط البرسيم ليش في جيبك يا حجاج؟ استنى بس يا حجاج. يا ابني هو انت اللي بتاكل البرسيم ولا الجحش يا حجاج؟ والله يا حاج وهبه زي ما تقول كده انا اتعقدت بصراحه. البرسيم الايراد دلوقتي ب 250 جنيه. حلو تمام. اروح اجيب الجحش اللي عندي ده اهو مفجوع، ده بياكل في الطاقه الواحده ربعارات يا حاج وهب. ايه وبيمكر معايا. مش بيتعب يا حجاج ويقدرك مصلحته. طب ما هو بيتعب بس ما تبقاش كده، ما يبقاش بالفجعه دي. يا ابوه ده انا بيديله قلت كل يوم حبايه من جديد. حبايه هو برشام. انا قلت بقى اجر راني بداله واوفر حق البرسيم، اوفر وان كان على بطني يعني انا اعرف اصرف نفسي. يا حجاج ما انت هتستهلك، انت لا انت كل ما هتجر كل ما هتستهلك اكل كتير. انت اللي على الاقل انت هتروح تشتري جبنه وتشتري عيش وتشتري مش عارفاش، وتلاقي نفسك دخلت تجيب 50 جنيه كل يوم اكل. ما فيش الكلام ده صدقني، ده انا باجي بحته لقمه ولقمه بتاع وحته جبنه. ايوه وبقرقشهم في الشمس كده وانا قاعد خلاص بيسد المعده. ده انا لو ما لقيتش وشربت شويه ميه هيملوا معدتي. هو انا لازم انا اجري على اللحمه زي ما هو البرسيم ده بالنسبه له. يا اخي سيبك من البخل اللي فيك اللي هواتك في داهيه دي. انا مش بخيل واوعى عشان اشوف اكل عيشي بعد اذنك. واوعى ده انا مخليهم له للفطار بتاع بكره. ما هو ما يبقاش بيشتغل واقف ما بيشتغلش ووكل كمان يا حاج وهب. الله اوعى انت اللي شفت البرسيم جنبي اوعى. ده راجل شنب وخطط يا حجاج. ما تزقوش كده. شنب وهب هتموت بخيل وتعيش بخيل يا حجاج. دي اهو ده هيبقى راجل. راجل وط ده انا هجوز الاسبوع الجاي. ده راجل ايوه هتجوزوه. ايه هجوز. هي مش زيك كده. خليك انت بس شوف الواد ده عنده 15 سنه. دي عنده 15 من قله الاكل شوف عملت فيها. ده بص الاكل تعالى عشان انت مخبي الاكل لا ما تخبي. وريهم اللي بيقول عليا بخيل. تعالى هنا تعالى هنا تعالى اهو. قول ما تخافش. شوف اهو. الواد ده سرق البتاع ده ابن اخوي. سرق البتاع من ابن اخوك. خد يا دات البتاع. عرفت كمان ابنك ده لسه في البتاو مناه. ده انت يا ما عندكش دم. يا جدع ده الواد جاي بيقول لي يا ابويا قالوا لي البخل اللي فيك ده يخرب بيتك. روح ركب الجحش وخليه يروح الغيط. يا عم روح بس انت شوف اكل عيشك اجري. شربك الريح يا بعيد. روح بقى مالكش دعوه. اجري انت بس من هنا. امشي. شوف بطنك دخلت لجوه من اللي في الاكل. ده انا اهو اهو اضربها لجوه هتخش لجوه. يا اخي روح كتك واكس عليك بدر اركب يد خلينا نمشي يلا مالكش دعوه بحد يلا. يفضحك ربنا يا بعيد هتجر الجحش وتجيب قدام الناس في البلد. مالكش انت دعوه انا بصرف نفسي يلا. يا ساتر على البخل يا جدعان. امسك يلا امسك جامد خلينا نروح نجيب البرسيم لشات البهاي. امسك حلو. خد البرسيم ده ارميه للجحش كده لحد ما نقول. استنى انت فوق الفلوس يلا. الفلوس يا خرب بيت الحمل وسنين عشان اجعل له طف. هياكل الفلوس كمان انا عايز اوفرها وهو ياكل ايه. امسك جامد يلا امسك يا ابويا ده الجحش بيشد على كده.